السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحابي وحبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني جدا 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 جدا. طبعا كلكم مستغربين بقالي كتير ما نزلتش فيديوهات ولا عملت معاكم اي روتينات. بس يا بنات الحمد لله الحمد لله انا يعني ولدت وقمت بالسلامة. حابة اشكر كل الناس اللي سألوا عليا وكل الناس اللي بعتولي وقالوا لي انتي ليه مش بتنزلي فيديوهات. حابة اشكركم جدا 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 جدا. كل كومنتاتكم واسئلتكم وصلتني. وحابة اقول لكم انتوا اجدع ناس واجدع صحاب في الدنيا، واحب اشكر كل الناس اللي جات البيت وسألت عليا والناس اللي كانت موجودة معايا. مش هننسى بقى مع بعض الشير واللايك واي كومنت عندكم ابعتولي واسألوني وانا هرد عليكم. ولو انتي لسه جديدة اول مرة تشوفيني ما تنسيش تعملي اشتراك للقناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، واي فيديو انزله يجيلك بسرعة 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 ومعاه زغروطة مني. كنت حابة اقول لكم يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله ان انا قمت بالسلامة انا والبيبي. تأخيري والله ما كانش بمزاجي، بس البيبي كان انتوا عارفين بقى مشاكل البيبيهات في الاول الصفرة والحاجات دي. فبصراحة كان مؤثر عليا شوية عشان كده ما كنتش قادرة اعمل اي حاجة. حتى بعد ما عدى فترة يعني على الولادة وكده، بس برضو كنت لسه متأثرة. وبعدين قلت لا بقى مش هفضل كده، لازم اتنشط كده واقوم. وخصوصا ولادي بصراحة قعدوا يقولوا لي يا ماما نفسي ناكل اكل من ايديكي زي الاول وتعملي لنا حاجات حلوة. وكانوا الناس اللي عندي بصراحة بقى اللي بيخدموني قرايبي واصحابي خلاص كانوا مشيوا، والدنيا صفصفت عليا انا والولاد وجوزي زي الاول. فقلت لا اقوم بقى واتنشط واعمل لهم حاجة من ايدي كده واحسسهم ان انا موجودة. لان هم بصراحة كمان نفسيتهم كانت تعبانة عشان خاطر مش انا اللي بعمل الاكل، وحاسين بتغيير في حاجات كتير وكده. فقلت لا لازم اقوم بقى واتنشط، وكمان عشان انتوا كنتوا وحشتوني جدا جدا. فقلت لازم بقى اقوم اعمل معاكم روتين كده يكون جميل زيكم. ونرجع نتكلم مع بعض وتبعتولي كومنتاتكم الجميلة عشان لو في اي حاجة احسن منها زي ما احنا متعودين مع بعض. هنا بقى زي ما انتوا شايفين يا جماعة اول يوم اهو بعد ما قمت بالسلامة الحمد لله. زي ما انتوا شايفين احنا طول الليل صاحيين، فطول الليل زي ما انتوا شايفين اغير وارمي في الارض اعمل وارمي في الارض. لسه ما تأقلمناش على الوضع الجديد. بس انا قلت لا لازم بقى اقوم كده الصبح بدري واصحي البيبي ونعمل نظام كده. لان طبعا انا بنام وقت هو ما بينام، يعني الاول كنت بنام في ميعاد معين وبصحى الصبح في ميعاد معين كمان عشان انا انتوا عارفين ان انا بشتغل. فكنت بقوم الصبح اروح شغلي وارجع، فبالليل ليا ميعاد انام فيه. دلوقتي بعد البيبي انتي مالكيش مواعيد، فطبيعي لو نام بقى الساعة 7 الساعة 8 بدخل انام زي ما انتوا شايفين بقى اهو بره. بصوا جوزي رامي كل حاجة في كل حتة عادي، وسايبين الشباك مفتوح من بالليل محدش قفله. كويس ان مفيش حاجة دخلت لي من الشباك كان زماني سبت الشقة ومشيت. هما طبعا هنا اصلا كانوا لسه نايمين لان هما بيسهروا. طبعا الكام يوم اللي انا بقى ولدت فيهم قاعدين لا بيروحوا مدارس ولا اي حاجة على قد الدروس وبس. فزي ما انتوا شايفين بقى بيناموا براحتهم وبيصحوا براحتهم. الدنيا بصوا عاملة ازاي، وسايبين برضو الشباك هنا مفتوح. طبعا انا عشان الاول لما باجي انام بأمن بقى على كل حاجة، اقفل الشبابيك، اشوف في حاجة في المطبخ تتعمل مثلا، اقفل باب الشقة قبل ما ننام. طبعا انا عشان اول بيبي ما بينام بروح نايمة فما ببصش على الحاجات دي. زي ما انتوا شايفين بقى كل حاجة، يعني بصوا المنظر يا جماعة انا مش قادرة اقول لكم يعني انا مش قادرة اقول لكم هو ده العادي. بس يعني موضوع ان هم بقى يسيبوا الشبابيك مفتوحة، وممكن اقوم الاقي الشاشة شغالة عادي يناموا ويسيبوها كده يعني. فطبعا في حاجات كتير قوي اتغيرت، عايزين بقى نبتدي ننظم نفسنا من الاول تاني ونعمل نظام برضو، لان البيبي ده غير لنا حاجاتنا كتير. هو طبعا جه نور حياتنا كلها بس هو غير حاجات كتير. فعايزين نرجع نظبط زي الاول. زي ما انتوا شايفين يا جماعة الحمام الدنيا برضو عاملة ازاي، في حاجات مش في مكانها. بس طبعا عشان الناس اللي بتبقى قاعدة معاكي بتخدمك في الفترة دي ما بيبقوش عارفين نظامك بالظبط او انتي بتحطي ايه فين او ايه كده. فالدنيا طبعا لازم بتبقى ايه متدربكة شوية، بس برضو كتر خيرهم يعني بيبقوا جايين يساعدوكي ويخدموكي، عشان انتي طبعا بتبقي محتاجة حد يقعد جنبك كده في الاول. فبرضو ايه يعني كتر خيرهم بصراحة.
فطبعا ايه زي ما انتوا شايفين الشقة محتاجة يعني يتعمل فيها يعني تبصلها بصة بصراحة، لان يعني كتر القعدة كده ايه خلت الواحد مش شايف. هنا زي ما انتوا شايفين بقى انا روقت الأوضة، فتحت الشباك واخدت زيزو بقى الجميل النونة بتاعتنا يا جماعة، انا سميت زين بالمناسبة. خدته بقى نيمته برا، وفتحت كده الشباك، وفتحت التلفزيون على القرآن زي ما متعودين. طبعا هنا الولاد كانوا صحيوا بقى واتشطفوا ودخلوا سرحوا في الأوضة وسابوا الدنيا برضو زي ما انتوا شايفين كده. انا بقى روقت اهوت، ظبطت التسريحة بتاعتي، أنا بحبها بصراحة مترتبة، اما بلاقيها مكركبة كده ببقى متضايقة. كده انا خلصتها وكنست وهويتها اهوت وشغلت القرآن، وهو كان البيبي صحي طلعته بره قعد مع باباه، وانا بقى ايه كملت حاجتي، طلعت ورا وقت في الانتريه زي ما انتوا شايفين. طبعا هما بيقعدوا بقى طول الليل، يقعدوا هنا شوية وهنا شوية، وباباهم طبعا عشان بيدخن ساعات بيجي يقعد هنا تحت الشباك ده ويفتح الشباك ويقعد عشان السجاير، فهو ممكن يكون نسيه بالليل بعد ما شرب السيجارة ما قفلش الشباك. زي ما انتوا شايفين اهوت، وروقت برضو هنا السفرة كانت برضو مدربكة وعليها حاجات كده. هنا اهو روقت اوضه الولاد، انا مش جايبه السرير الاول لان زي ما انتوا شايفين يوسف كان قاعد بيذاكر، فايه يعني زي ما انتوا شايفين اهو. طبعا انا كنست هنا وشلت كل حاجه ومسحت، يعني مسحت كده بصراحه بالشرشوبه، شلت كده حروف المشايات، الحرف بتاع الحافظات دي شلته كده ومسحت. بص انا مش جايبه لكم الكنبه التانية لان جوزي كان صحي وقاعد فطبعا مش عايزنا اطلعه في الفيديو، عشان كده معرفتش اصور الانتريه كله. بس بصوا التحاليل يا جماعة اللي على السفرة دي كانت بتاعت زين ابني البيبي، عشان كانت نسبة الصفرة عالية وكنت قلقانة عليه. والمطبخ هو كنت روقته وخلصت. هنا بقى كنت مطلعة بقى فرخة عشان اعملها للولاد بصراحة، فقلت اطلعها بقى تفك كده لغاية ما اخلص اللي انا بعمله، فطلعتها في الحوض، وقلت بقى ايه اسيبها تفك كده ان كان لسه ورايا شوية حاجات. زي ما انتوا شايفين المطبخ بقى رايق ازاي، انا ببسط يا جماعة والله لما بعمل الروتين ده وبحس ان الشقة اتغيرت. بصوا هنا بقى الحمام، كنت شلت كل المشايات دي ومسحته، الحاجات اللي كانت محطوطة مش في مكانها رجعتها في مكانها تاني. الهدوم اللي في الارض دي كانت دورة غسيل، يعني كانت هدوم عندي هحطها دورة غسيل، بس كان في دورة شغالة في الغسالة، فقلت ايه عبال ما اخلص تكون الدورة دي خلصت اطلعها واحط بقى ايه دورة غسيل تانية. فحطيت بقى الهدوم اهيت اللي انا هحطها في الغسالة. دلوقتي هشوف اهيت الغسالة خلصت، اطلع بقى الدورة بتاعت الغسالة ديت ونحط بقى ايه دورة الغسيل دي. انا عايزة اقول لكم يا جماعة انا كان عندي كم غسيل في الشوية دول، لان طبعا ما يعني كنتش يعني مكناش بنغسل غير مثلا هدومي وهدوم البيبي، فكانت بتاخد بقى مكان على الحبل. وطبعا برضو اللي قاعد عندك اكيد مش هتقولوا له كمان اغسلي وحطلي وشيلي وكده، فايه يا دوبك كان على قد الاكل مثلا ترويق من على الوش الحاجات دي. فانا بصراحه قعدت قلت لا انا هفضل بقى ورا الغسيل كده دوره في دوره لغايه ما اخلص. فانا طلعت الدوره اللي في الغساله، وهنا حطيت الهدوم التانية اهي تاخد دوره. انا كده بقى شغلت الغساله خلاص، ظبطت البرنامج وشغلتها، وهاخد بقى الغسيل دوت واروح بقى انشره، واسيب بقى الدوره التانية شغاله بقى براحتها، وعقبال بقى ما اعمل الاكل ومش عارف ايه وكده تكون ايه خلصت. زي ما انتوا شايفين الدنيا رايقه اهي وجميله. هنا بقى يا جماعة بعد ما خلصت ونشرت دورة الغسيل كان في حاجات في البيت ناقصة كتير، طبعا كل يوم كنا بنعمل اكل فحاجات كتير من حاجة البيت خلصت، فقلت انزل بقى الشارع بقالي كتير ما نزلتش انزل. فخدت بعضي بقى ونزلت زي ما انتوا شايفين، جبت الطلبات اللي كانت ناقصة. جبت البتنجان ده كان جميل بصراحة عجبني. القوطة عندي كانت خلصت فنزلت جبت القوطة. هي القوطة ما كانتش رخيصة قوي بس انا لقيتها حلوة، لان ساعات بتبقى غالية ومش مش حلوة، فانا بصراحة لقيتها حلوة. تقريبا الكيلو وربع كان ب10. وهنا البطاطس برضو دي الجديدة اللي لسه نازلة يا جماعة، برضو الكيلو وربع كان ب10. جبت كام كيلو برضو قلت عشان ايه مش كل شوية هنزل، لان الوضع دلوقتي صعب بقى بيبي وكده يعني انا عشان انا انزل بصراحة اضطريت اسيبه مع اخواته ومع جوزي، فبرضو هما لسه مش متعودين. وهنا الخيار ده يا جماعة برضو حلو قوي، انا بحبه، انا اصلا بحب اجيبه واحطه في التلاجة اكله كده، بس انا جبته كمان لقيته صغير، جبته قلت اخلل شوية
عشان جوزي بيحبه. وجبت بصل. كل دي حاجات كانت ناقصاني طبعا. انا كنت جايبه من قبل ما اولد وقلت عشان يبقى فيه خزين في البيت. بس طبعا الفتره اللي انا ولدت فيها وقعدت كل يوم اكل 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 وفي ناس عندي وكده فالحاجات خلصت. فنزلت كمان جبت المناديل دي. انا بجيبها بصراحه على طول للمطبخ بس انا برضو بقيت استعملها للبيبي. فجبت العرض دوت دول 6 ب27 جنيه. واشتريت باكيتة البامبرز واشتريت كيس الاوكسي دوت برضو عشان بغسل بيه هدوم الخروج زي ما قلت لكم قبل كده وكمان بغسل بيه هدوم البيبي. ودي تركيبة الصابون اللي قلت لكم الراجل بيعملها جبتها برضو منه المرة دي عشان كان خلصت. وسلام ونتقابل في فيديو